من اكتر الفقرات المحببه ليا ان انا ابقى اجاوب على الاسئله بتاعتكم. من يومين نزلت ستوري ان لو في اي حد عنده اسئله يبعتها لي وانا هجاوب عليها. خلصت الميد ترم، فلو اي حد عنده اسئله ممكن يكتبها وانا اجاوب عليها. ويلا نبدا نجاوب الاسئله اللي جات لنا. واول سؤال، بتدرسي ايه؟ انا في كليه تجاره انجليش، كليه بيزنس، جامعه عين شمس، وفي سنه تالتة. مش دكتور ومش مخرجه، انا لسه في سنه تالتة. وكمان مش بدي كورسات. ممكن يكون في حاجه في المستقبل، بس حاليا انا مش بدي كورسات. واحنا عندنا في الكليه لسه ما بنتخصصش دلوقتي، بنتخصص في سنه رابعه ان شاء الله. ولسه محتاره في التخصص، يعني انا لسه مش عارفه هتخصص محاسبه ولا اداره اعمال، فلو في حد عنده حاجه تفيدنا يكتبها لي في الكومنتس. كان في فيديو انا منزلاه عن مذاكره الاو بي، وجالي كومنت عليه ان انا في اولى والدكتور مش بتدينا البي دي اف اللي بتشرح منه مواكر منين. هو في دكاتره ما بتديش البي دي اف بتاعها، او اللي هي الحاجه اللي هي بتشرح منها في المحاضره، بتعتبر ان ده ملخص ليها هي بتشرح منه، لكن شد البي دي اف بتاعي لحد يذاكر منه. وهديك مثلا اسم الكتاب، هقول لك على الكتاب تجيبه منين او ان انت تنزله. بس دي بتبقى حاجه صعبه قوي ان انت تذاكر من الكتاب، غير لما تكون يعني انت مثلا لو هتبقى بالنسبه لك بسيطه لو انت ذاكرت من البي دي اف اللي الدكتور بتشرح منه، وبعد كده رجعت تعمل زي قراءه سريعه كده من الكتاب. لكن انت تذاكر من الكتاب مره واحده بيكون تقيل شويه. طب خلاص، هي مثلا ما ادتنيش البي دي اف، انا هذاكر منين؟ الكتاب اللي هي قالت لك ذاكر منه. تبدا ان انت تاخد الشابتر وتبعته للشات جي بي تي او اي تطبيق اي اي انت بتحبه، وتبدا ان تخليه ان هو يعمل لك ملخص للشابتر بحيث ان انت تذاكر منه. تمام. ان انت تجيب المذكرات اللي هي بتكون في السناتر وتمشي بيها مع الكتاب. جيب المذكره وابدا ان انت قارن ما بين الشرح بتاعها والشرح بتاع الكتاب. الشرح متطابق، خلاص تمام. ذاكر منها، بس في الاول وفي الاخر ترجع للكتاب الاول، وحلك في الاول وفي الاخر للشرح للاسئله اللي الدكتور بتنزلها، مش السناتر. السناتر دي ممكن تكون حاجه زياده لكن مش اساسي. طب هي اصلا ما قالتش كتاب ولا قالت بي دي اف ولا قالت اي حاجه. انت ممكن ان انت بقى تجيب المذكرات دي وخلاص. ما انت ما قدامكش حل تاني. بس ممكن برضو ان انتوا تتكلموا مع الدكتور تبعت لكم البي دي اف ان انتوا تذاكروا منه، لان ده بيكون بيسهل كتير جدا عن مذاكره الكتاب. تالت سؤال، هو ينفع مواد تجاره انجلش اللي حضرتك قلتيها دي ينفع حد ياخد نفس المواد دي في معهد السي اي سي عادي ياخدها؟ هو طالما معهد ليه علاقه بالتجاره، فهتلاقي في مواد مشتركه ما بين بيزنس، ما بين مثلا بي اي اس، ما بين المعهد التجاري، ما بين كليات تانية ليها علاقه بالتجاره. بتلاقوا ان هي في مواد مشتركه، لكن مش كل المواد نفسها في الكليات. هي الاساسيات زي مثلا حاجات اساسيه في المحاسبه، حاجات اساسيه في الاقتصاد، بتكون متشابهه لكن مش كنفس منهج كتوتال كله نفس المنهج بالظبط. السؤال الرابع، انا سنه اولى معهد عالي للعلوم التجاريه، تنصحيني اعمل ايه عشان ابقى محاسب شاطر، وايه الكورسات اللي اخدها؟ واحده واحده. طالما انت في سنه اولى، محتاج من الاول لحد ما تتخرج تشتغل على اللغه بتاعتك، لان دي مهمه جدا. هتنفعك لو انت عايز تسافر، هتنفعك لو انت عايز تشتغل في شركه انترناشونال او تشتغل في بنك دولي. اللغه هتنفعك عموما، وكمان هتسهل عليك المذاكره. تاني حاجه، تاخد كورسات المايكروسوفت اوفيس، الاكسل والوورد والباوربوينت، علشان عقبال ما تخلص الكليه تكون الحاجات دي سهله معاك، لان دي اساس في اي شغل سواء كنت هتشتغل محاسب او غيره. بس اللي تتك عليه او الاكسل اللي هو الاكسل المحاسبي. ثالث حاجه، تيجي مثلا في اخر سنتين تبدا ان انت تشوف الشهادات المهنيه اللي موجوده في المحاسبه، وتبدا ان انت تاخدها، تشوف بتتاخد منين. مثلا لو في ناس بتديها عندك في الكليه تبدا انت تاخدها لو كانت بشهادتها معتمده، او ان انت تاخدها في مكان تاني تشوف الشهادات اللي هي بتكون مطلوبه في سوق العمل. ومن سنه تانية هتلاقيهم بينزلوا لك تدريبات سواء كانت في الشركات او في بنوك محاسبيه، تبدا ان انت تنزل تتدرب من سنه تانية وثالثه ورابعه. والاغلبيه هتلاقي في ثالثه ورابعه مش تانية كمان. وان انت تكون مجهز السي في بتاعك بالحاجات اللي انت خدتها سواء كانت كورسات او تدريبات او اي ايفنت او اي حاجه انت نزلته او حضرته. تبدا انت تجهز السي في بتاعك من دلوقتي. واخر حاجه عايزه اقولها، ان جالي كذا سؤال من ناس في البي اي اس. بجد حاسه ان انتوا مظلومين في حته الفيديوهات بتاعتكم، او ان انتوا مش لاقيين مصدر للمذاكره او لشرح المواد والحاجات دي كلها. فممكن تساعدونا ان انتوا تكتبوا لنا اسم المواد اللي عندكم في الكومنتس، وان شاء الله يكون ليها فيديوهات. بس اكتبوا لي اسم المواد اللي عندكم في الكومنتس او المواد اللي انتوا محتاجينها. وبس كده، دي كانت اهم الاسئله اللي جات لنا الاسبوع اللي فات. ولو حد عنده اي اسئله ممكن يكتبها لي في الكومنتس وهعمل عليها فيديو تاني.